بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما بعد لقاء الترجي الرياضي الجرجيسي والنادي الأفريقي بالملعب الأولمبي بيراتز اليوم. خليه كل واحد ياخذ حقه. احنا تعودنا اذا كان فريق من وسط التابلو اونتر جيومي، معناها مش من الاربعه الكبار، يربح لك فريق كبير، نمشيو ما نعطيوش الميريت للناس اللي ربحت، لا نمشيو للناس اللي خسرت ونقولوا لو كان واخطاء اليوم جرجيس استحقت الربح بتاعها عن جداره. ترجي جرجيس لازم العباد تفهم اللي ما عادش جرجيسك اللي تجي تخسر ولا تلعب باش تاكل سكور والا تلعب على تفادي نزول، لا اليوم جرجيس من المراهنين الاوائل على بطوله تونس، عمل سيزون محترمه جدا عملناه لولا الموارد الماليه لكان جرجيس من اللي فيناليست على بطوله تونس. جرجيس تعيش من جوارات دي بري معناها متسلفين. ان شاء الله السنه اللي نتمناه ان شاء الله يا ربي لما جرجيس تكون في الكورسه ما ينحيولهاش حتى جوار، معناها تجي الفرق كيما الترجي ولا الافريقي ولا اي فريق يسلف جرجيس جوارات يجيه في تنبك السيزون تاعو معناها ويجي ينحيله ركائز من الركائز نتاعو. هذا غير عادل في كرة القدم، وان شاء الله القانون هذا ينحيوه السنة وخلي العباد تخدم على روحها وتكور على روحها. اليوم انيس بوجلباني برهن من السيزون الاخرى اللي عملناه ماهوش صدفة. كنت تحديت عباد انا قبل نحكي وكل شيء، قلت له ما نحكم على بوجلبان كما نشوفوا سيزون جايه، صحيح مازال ما تلعب شيء في الشامبيونا 3 جولات، ولكن البريباراسيون صارت تشوف الوقفه التكتيكيه، النظام اللي تلعب به جرجيس والحذر والتحول من الهجوم، السرعه في التحول من الدفاع للهجوم. تفهم اللي فما خدمه مدرب، بصمه بتاع مدرب يشكر عليها. ماذا بينا احنا نشوفوا ديزونترونور هكا في البطوله التونسيه. يمكن اليوم عامل الارض والجمهور ساعد جرجيس اكثر من ساعد النادي الافريقي، خاطر تعرف انت النادي الافريقي عملت 20 مينوت الاولانيه محترمه جدا، فوليوم دو جو كيما نقولوا. قلت لكم كيما حكيت قبل، هذيك لابور نتاع فوزي البنزرتي في اي فريق يشدها، انه فوزي ما عندوش برشا جس نبض في الكوره، وهذا نحبه انا الحقيقه نتاع ربي. انا معناها في يوم من الايام لو ندرب نكون نمشي بالفكر هذاك اني نتاكي وما نخليش نفس، ما فماش جس نبض نهبط ديريكت نكور. كما قلت الكلوب عملت 20 مينوت محترمه جدا، ولكن ما بعد ال 20 مينوت الحقيقه نتاع ربي هنا ما نجمش نحمل المدرب المسؤوليه ولا نحمل هنا خطا ساذج معناها من حارس المرمى. كان تتذكروا قبل مميش عمل نفس اللقطه مع الترجي التونسي، نفس اللقطه بريسك، ولمنا وحكينا وقت وتكلمنا وقلنا لا مونك دو كومونيكاسيون اونتر الجارديان والديفونسور. تشوف علي يوسف كيفاش يغطي على الكره والجارديان يخرج، معناها هذا خطا نتاع قله تركيز الحقيقه نتاع ربي. يخسر. تصور انت تلعب وشادد وعامل اونطام دو ماتش باهي برشا والجارديان تاعك يغلط غلطه كيما هذيك. ما قلناش احنا الجارديان عملها بالعاني ولا مش بالعاني، ولكن التركيز مهم جدا. تلعب في قدام ارضك، على ارضك قدام جماهيرك، والنقطه بحسابها. اخطاء كيما هذيا لازم نتفاداها، والجارديان كي يغلط راهو يخلص كاش، واليوم شفتوا اليفرني خلص كاش، معناها خطأ الحقيقة بدائي برشا، والله كان خرج لك راس وحده وقال تخرج، انت اليوم صاحبك مغطي ومعاه، معناها حتى كان ما تكلمتوش ما تخرجش ريسك، تخلي صاحبك يكمل مهمة. اذا انفرد بيك المهاجم وقتها نجم تخرج ولا تنجم تعمل شنو تحب تعمل. شخصيا نحمل المسؤوليه، مسؤوليه هدف النادي الافريقي، هدف جرجيس اللي تسجل على النادي الافريقي. الحارس المرمى اللي الحقيقه تاع ربي يلزموا يركز اكثر من هك. اللياقه البدنيه اللي ظهر بها جرجيس كانت ممتازه جدا. كما قلت لكم التحول من الدفاع الى الهجوم، السرعه في لي ترانزيسيون دو لا بال معناها كانت معناها حاجه معناها طبقوها بحذافيرها. هذا ما ترجم الهدف الثاني. شفتوا الهدف الثاني زاد كيف فما سذاجه في الهدف الثاني، كان فرجته بالكدا وقت اللي صرافي باش يفك الكره على خط التوش ومعها صغير كصدقني ربي. الكوتي اللي من غادي معناها في مخاخهم صاي الكره خرجت على التوش وصرافي فك ايبان. هاكم شفتوا صرافي تعدى في الطويل، خذا الكره تاع جرجيس
وعطاه، وكانت زوز معناها زوز جوارات من جرجيس كان معناها منفردين مع اليفرني تاتا تات، باش تفهم اللي واحد معمل على واحد. هذا خطأ آخر في الدفاع، في دفاع النادي الافريقي. معناها انت خاسر واحد بلاش الكم هذاك كله نتاع معناها اللاعبين في مناطق جرجيس وفي الهجمه المعاكسه كيفاش باش تعملوا هذا. شفنا كانت هجمه معاكسه على كورنير ركنيه، ما كانتش فما سيكوريتي في دفاعات النادي الافريقي. اوكي كورنير بلالتي تحب ترجع في الطرح، ولكن ديما يلزمك تحط الحاجه السيئه قبل الحاجه الباهيه. اوكي تحب تماركي، ولكن اذا كانت حطت لك كره في الظهر كما شفنا توا، وهاكم شفتوا اللاعب النيجيري كيف سجل الهدف على اليفرني. جرجيس اليوم لعبت على اخطاء المنافس، استعملت الهجمه المعاكسه بين قوسين، ولكن الهجمه المعاكسه تقول لي جرجيس تلعب 10 تالي، لا ما لعبش انيس بوجيبان 10 تالي، خاطر شفنا البلوك نتاع جرجيس كان تناسق ما بين 3 خطوط، وسورتو لي زاتاكون اللي عملوا الضغط على وسط النادي الافريقي اللي ما بين قوسين زاده ونسكرهم في نقطة استفهام وسط النادي الافريقي، نقطة استفهام كبيرة وكبيرة برشا. زعلوني نقطة استفهام، علي يوسف نقطة استفهام. علي يوسف من اللي أنا واحد شخصيا نقول ماهوش نتاع البطولة التونسية الحقيقة، يخرج يحترف في البرا، لاعب معناها يفوق كل اللاعبين اللي موجودين، المدافعين اللي موجودين في البطولة التونسية، يفوقهم بسنوات قمرية، نظافة في اللعب وشيء. اليوم 3 ماتشات نتفرج في اللعب هذايا ما فهمتش، نقطة استفهام. أهل مكة أدرى بشعابها، ينجموا يجاوبوا جماهير النادي الافريقي، ينجموا يجاوبوا على السؤال هذايا. زعلوني كيف اور سوجي الماتش الثالث، هذا الماتش مع على الأقل نتفرج في ماتش ليتوال وماتش جرجيس. وكنت متأكد، راني صدقوني كنت متأكد كي نتفرج قبل الطرح، قلت إذا كان الأخطاء اللي باش تعملهم النادي الافريقي ولا فوزي البنزرتي ولا مهما كان هو المسؤول على الماتش هذايا كونتر ليتوال تتعاود كونتر جيزيس، راهي باش تاكل. كنت نحكي انا وزميل في التليفون، قلت له يا فلان راهو كان فوزي البنزرتي باش يعاود الاخطاء ولا اللاعبين باش يعاودوا الاخطاء، خاطر كل واحد يتحمل مسؤوليته، مونترونور في الوقفه التكتيكيه واللاعبين في الاخطاء الفرديه. اذا كان تصير نفس الاخطاء اللي صارت مع نجم الساحلي، راهي النادي الافريقي باش تاكل من عند جرجيس وباش تكون فما مفاجاه. علاش؟ على خاطر ليتوال بالبدايه السيئه نتاعها، بالضعف نتاعها الحالي معناها، ووصلت 4 ولا 5 مرات الى مناطق النادي الافريقي وكانت تسجل هدف. اوكي ربحت في سوسه، ولكن اليوم راك تلعب كنت الخصم اسمه الترجي الرياضي التونسي، 6 نقاط في حصيلة الزوج جولات، وكمل راك شفتوا اللي صار. غروسو مودو بداية سيزون، غروسو مودو جرجيس محضرة. الحاجة اللي تشفع الفوز البنزرتي وللنادي الافريقي انه فوزي البنزرتي ما عملش بريباراسيون مع النادي الافريقي. النادي الافريقي ما لعبتش ماتشات اميكو، ما لعبوش دي ماتش اميكو، معناها غروسو مودو مش حاجه كبيره. دوكو اللي حسيته كي شفت لاعب وسط الميدان اللي هبط، لا اله الا الله محمد رسول الله، وسط ميدان النادي الافريقي، سامحوني ضاع علي الاسم، اللي هبط، حسيت اللي فوزي البنزرتي قاعد يكتشف في الفريق نتاعو من الماتشوات، معناها قاعد يكتشف فيهم. كي هبط صلح الخطا وسط الميدان، هبط الميليو تيران اللي حكينا عليه جديد النادي الافريقي. كي زومبي كيف كي هبط، تحس هنا فوزي البنزرتي قاعد يعمل يركح في الكاستينج، قاعد يعمل فيه في الماتشوات، البوزل قاعد يركب فيها في الماتشوات. ما فات حتى شيء الحقيقه نتاع ربي، مازال ما فات حتى شيء. قلت لكم فما تراف جايه ما بين الثلاثه ماتشات الاربع ماتشات اللي باش يتلعبوا هذوما، وما بعد التراف شامبيونا اخرى. نجموا نحكيوا على الفرق ونبداو نتكلموا. قلت لكم الجوله الخامسه والجوله السادسه سورتو بعد التراف هذيا راهي باش ترجع برشا ايكيبات في الكورسه، منهم النادي الافريقي اللي عنده فرصه معناها فما ضيعش برشا نقاط على 9 بوانات، عنده 6 بوان، معناها مازال ما تلعب حتى شيء. نتصور بعد التراف فوزي البنزرتي باش يقوم بالتعديلات اللازمه، وتكون التشكيله المثاليه للنادي الافريقي
اللي باش تشوفوها ديما باش تكون في ذهن المدرب. اليوم نشكر جرجيس على الاداء اللي قدمته. تحيه للعكاره اللي فيهم صحابي برشا ونحبهم ويعرفوني ونعرفهم. تحيه الحافظ رئيس جرجيس، نحب نوجه له تحيه المنبر هذا صديقي، ونقول لكم بارك الله فيكم، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم.